مساء الخير. لو زهقنا من الرز والمكرونة والعيش وعايزين نعمل أكلة جديدة مفيدة وصحية جدا، هنعمل مع بعض النهاردة طبق عدس باللحمة يجنن. شكله يفتح النفس، طعمه خطير، مناسب جدا للناس اللي حابة تعمل دايت أو الناس اللي مش حابة تتخن أو اللي زهقوا من الرز والمكرونة. أول حاجة حطيت معلقة سمنة سيحتها على النار والطاسة تكون سخنة. هنزل ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره، بصلايه تكون كبيره، انا استخدمت بصل ابيض، لو حابين تستخدموا احمر مفيش اي مشكله. هدبل بقى البصلايه تدبل كده وتبقى شفافه. وعندي هنا نص كيلو من اللحمه متقطعه مكعبات، انا استخدمت لحم بقري، تقدروا تستخدموا اي نوع لحمه، لحمه مفرومه، فراخ، تقدروا تشيلوا اللحوم اصلا خالص منها برضو هتبقى حلوه، او لو حابين تخلوا اللحوم بره او ما تستخدموهاش مفيش مشكله. انا هنزل بنص كميه اللحمه تتشوح، درجة حرارة الطاسة تعلى تاني، وهنزل بنص اللحمة التاني، منزلش بالكمية كلها عشان ما تبردش الطاسة وتجيب مية، ودي حاجة تخلوها أساسية معاكم في أي تشويحة لحمة. هحط بعد كده البهارات بسيطة جدا، كمون، فلفل، بابريكا، رشة حبهان. أنا مش عايزة بهارات كتير في الوصفة دي علشان ما تضغيش على طعم اللحمة وباقي الخضار اللي هعمله. هحط بصل اخضر حوالي كده عودين 3، طبعا دي حسب الرغبه زي ما انتوا عاوزين، بس البصل الاخضر بيديها طعم حلو جدا وما بيبقاش طعمه باين في الاكل خالص. هقلب بقى الحاجات دي كلها، اللحمه تاخد لون كده وتتشوح، وهنزل بكوبايتين من الميه المغليه. انا مش عايزه احط ميه مغليه كتير، مش هغطي اللحمه، انا عايزه اللحمه تستوي على البخار وتستوي كده على الهادي، كل شويه افتح عليها واشوف اذا كانت محتاجه ميه ازود لحد ما تستوي تمام السوا. غطيتها بقى ووطيت النار خالص خالص. احلى لحمه تاكلوها هي المستويه على نار هاديه جدا. بعد كده بقى اللحمه كانت عندي استوت، هسيب بس فيها شويه ميه صغيرين يسوولي باقي الخضار. هحط فلفل احمر وفلفل اخضر، لو عايزين تزودوا اي نوع من انواع الخضار غير اللي انا حطيته زودوه مفيش اي مشكله، عايزين تحطوا جزر حطوا. انا بقى نزلت بعد كده بكوبايه من العدس البني المسلوق، مسلوق كويس قوي. وهحط بعد كده كوبايه من الذره الحلوه، انا استخدمت الذره المعلبه، شطفتها كويس قوي من المحلول اللي فيها واستخدمتها. هقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعض، وعايزه اقول لكم كده الاكله خلصت، مفيش اي حاجه غير تاتشات هنحطها. حطيت بقى ملح لاني ما كنتش حطيت ملح طبعا، وقلبت الكلام ده مع بعض وسبت الطاسه مكشوفه عشان لو في اي شويه ميه تحت في ارضيه الطاسه تتبخر عشان ما تبقاش مليانه ميه بزياده. سبتها على جنب بقى وهعمل سلطه الزبادي. سلطه الزبادي عاديه جدا، علبه زبادي عليها معلقتين مايونيز، عليها ملح وفص ثوم وكمون وبس على كده. لو احنا بقى عايزين نعمل الاكله دي على البارد كسلطه مثلا، فهنشيل اللحمه وهنشيل تشويحه البصل ونحط العدس على الذره، ممكن تضيفوا حمص، ممكن تضيفوا اي توابل او اي خضار انتوا بتحبوه، وناخد السلطه دي نحط عليها بس شويه زيت زيتون او زيت عادي ونستخدمها كدريسنج، برضو بتبقى خطيره. انا بقى حطيت شويه رمان، وده سر الاكله كلها يا جماعه، ما تستغنوش عن الرمان لو متوفر عندكم، لانه ده اضافه رهيبه للطبق، لدرجه ان طبق الرمان اللي انتوا شايفينه ده انا كنت باخد منه رمان وازود على الاكل. الرمان بقى كان مسكر والذره مسكره، والاكله نفسها العدس شويه بلين ملوش طعم، فالوجبه كلها مع بعض كانت خطيره، يعني المعلقه كده لما تطلع فيها كل حاجه بجد ادت طعم حلو قوي. انا حطيت شويه عين جمل على الوش علشان القيمه الغذائيه بتاعه الطبق بس تزيد مش اكتر، لو مش متوفر عندكم عادي ما تحطوهوش. شويه بقى كده من الطبق بتاعنا على معلقه من الزبادي، وما اقولكوش اللحمه كانت مستويه كويس جدا جدا، والطبق كان طعمه خطير. اتمنى ان انتوا تجربوه، ولو جربتوه فبألف هنا مقدما، واتمنى انه يعجبكم زي ما عجبني، ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا جدا ليكم، بحبكم.